أولا نبارك للأشقاء المغاربة هذا الانتصار الجديد على الكونغو بعد سلسلة من الانتصارات والإنجازات التي يحققها المنتخب المغربي، والتي تجعلنا نحن كجزائريين نشعر بغيرة كبيرة من الجارة الحبيبة المغرب. المروك عندهم دراري شفتهم كش يلعبوا هكذا طايرين. اليوم كي شفت المروك انا دهشت. اليوم في هذا لو ريتم دون 5 ans تتولي والو، الجيري ان دوفيان والو زيرو، لان بالخدمه هذه المروك طوب. انا نهضروا ليه وانت غدوه كيفاش راح تلعب؟ هادو يطلعوا بنفس العباد اللي يسيروا الكره تاع بلادهم، وانت يطلعوا بنفس العباد هادو، هما يروحوا الفوق وانت تقعد غير تكذب وتخلص صحابك في التلفزيون وسارتان باش يهضروا عليك بالكذب وكذا، كلش كذب. المغرب مبروك عليهم الرجال اللي يسيروا لي كلوب واللي يسيروا الفيدراليه، رجال كل شيء بالرجال ماشي بالمال. يكونوا الرجال صافي دو رياد لا كومبيتونس هي لونيتي. كي يكونوا هادو ما 3 حوايج تمشي مخيروا اونيتمون ويحبوا الفريق تاعهم يخدموا، يبعثوا لي كلوب يروحوا يلعبوا دي تورنوا ليترونجي روبي غون وروح. فهمت؟ هادو هما اللي احنا دركا ما عندكش. لكن الان ولينا حتى في الاصناف الدنيا مع الافارقه، مع منتخبات افارقه، احنا ايضا من افريقيا ما نقدروش نفرضوا نفسنا، ولينا نحكيو على المغرب كيما احنا كيما هما. علاه ولينا ما نكونوش اللاعبين؟ هذا درنا اكاديميات، هذا درنا امور كثيره. هل لانه الفرق والانديه اصبحت لا تكون وهذا فقط، ولا ما كاش امكانيات لذلك؟ شوف رضوان، اولا الكره الجزائريه مريضه دوكا حاليا. رانا الكره الجزائريه راهي في انعاش، نقولوها بكل صراحه. حاجه ثانيه، فشل على كل مستويات، على مستوى الفيدراليه، على مستوى يعني القادتيان بيان سور تسير شكون مالا. انت كيفاش تقدر ما على باليش انا عندك حانوت وما تعمرش بسلعه وتسيرو فارغ، ما تقدرش صح ولا لازم تعمر الحانوت ويكون مسير لا باس باش تقدر تجيري وتوزن ولا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين ديما. وقت اللي المنتخب المغربي عمل الفريق والاسماء الكبيره ذي اندمجت في روح المجموعه تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تالق تالق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام هكا ولا بكي وعنده الاحترام. لا يوجد قاعده رياضيه، كاش قاعده في الجزائر. كل شيء يسير في عشوائيه، بعشوائيه نسيروا باش نسيروا، ما كاش اورغانيزاسيون. الناس اللي راهم في كره قدم ما كانش خاطيهم كره قدم، جيب برك. انت شوف لي انا والله الكلام هذا اليوم كي تشوف شكون حاكم لاديتيان، شكون لو حاكمها، تفيق باللي الجوار ما حيجي يخرج في الجزائر، ونغلق القوس. باسكو علاش كان نحب نروح لك لواحد اخرى؟ باسكو هنا في الجزائر كي تهضر يبدا يقول لك راك تشوف او جايب عقب. انا شوف انا ماني نحوس على خدمه، ماني نحب نخدم في لا فيدراسيون، ماني نحب نشد فريق هكذا باش انا كي نهضر بولانتيري تاع الفريق الوطني وتاع بلادنا. نعم كان نحبوا الاسماء والقيمه التسويقيه للمنتخب المغربي. ما نحكيوش على المستوى الافريقي، خليني نهزك لبعيد على المستوى الاوروبي. يتفوق على المنتخبات الاوروبيه الكبيره كقيمه تسويقيه للاعبين. كي نقول لك انا اشرف حكيمي بركه 60 مليون يورو هكا 60. كي نقول لك ابراهيم دياز اللي اختار المنتخب المغربي، وهنا قوه الاتحاديه المغربيه لكره القدم وكيفيه اقناع اللاعبين هذوما. اخيرا فما دو فولي باش نخدم بها وباش ما نطولش برشا لانه الموضوع طويل ياسر. المغرب تخدم في القاعده نتاعها على مستوى الشبان نتاعها داخل المغرب، ولكن كذلك تشتغل الدبلوماسيه الرياضيه على مستوى الاقناع خارج المغرب. الخزان المغربي للاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن هو خزان كبير وكبير ياسر. ورغم الاغراءات الكبيره من منتخبات عالميه فانه المنتخب المغربي ومسؤولين قدروا ان يقنعوا لاعبين. عندنا انا كيفاش نشوفها، عندنا كوب دافريك اللي جايه 2025 في المروك، وامبوسيبل تديها. دوك نقولها لك من دوك، امبوسيبل تديها. صافي دير كوا بريباري اون ايكيب اللي تكاليفي لا كوب دي موند باش تشرفنا في لا كوب دي موند. صافي دير المروك كي تروح للمروك في كوب دافريك رايح شغل اون بريباراسيون، تلعب لي ماتش وكذا بليكيب اون اوساتور اللي تحضر الكوب دي موند الجايه. وعلاش قلت لنا امبوسيبل؟ امبوسيبل وخلاص، نحوش او يعرفك مليح بن شابير. فهمت؟ امبوسيبل وخلاص، فهمني؟ فهمت يا محمد؟ وانا قانا وليت نعرفك خلاص. كلفت لي واحد الوقت قريتك دركاتي. انت يا اخي
دركا عندك نديوها في المغرب ان شاء الله بنجاح. تدي الريح. نحبش نقارن انا صحيح. معناتها المغرب هربت بينا هروب في المجالات الكل. السونتر دو فورماسيون محمد السادس شوف ايش خرجت من الملاعبيه، شوف لعبت شنو تخدم. حاجه اخرى شوف الاستاد اللي عندهم، انا لعبت غاديكا معناتها تشوف حتى في الجمعيات نتاع ديفيزيون 2 عندهم ملاعب ما نحكي لكش معناتها يسكتوا صغير باللغه. دونك ديسيزيون كيما كي ظاهره معناتها قاعده يدرسوا فيها عندهم برشا. انا بالنسبه لي انا ديسيزيون طياره برشا على معناتها الفيدراسيون ماروكان معناتها هي اللي باش معناتها تشرف على كل شيء، تشرف معناتها هي معناتها باش تجيب ظاهره، باش تجيب معناتها مدربين معناتها من طراز عالي وكاليفي ويعرفوا ايش يعملوا، واللي معناتها المدربين اللي جايبينهم باش يحطوهم في ليزيكيب هذوما معناتها عندهم خصوصيات نتاع انه معناتها دي فورماتور معناتها قاعدين يغزروا البعيد، معناتها مش قاعدين يغزروا معناتها كان الشامبيون ماروكان، معناتها قاعدين يغزروا انه معناتها باش يقويوا الشامبيون، ومن باش كي تقوى الشامبيون باش يوليوا يتباعوا لهم برشا ملاعبيه للفرق الكبرى. الصور التي شاهدناها، اعطينا صور نشاهدوها تجعل الرجل او المواطن المغربي يفتخر. والله كأنك في أوروبا، كأنك في سانسيرو، ولا كأنك تشاهد مباريات في انجلترا ولا في اسبانيا. صور جميلة، ملعب جميل، اللي يروح للملعب على الأقل تمتع بالأجواء داخل المدرجات. في هذا الملعب المغربي ملاعب يعني صراحة كي تشوف صور مثل هذه هل ما نغيروش على روحنا ونقولوا لماذا المغرب يتقدم والجزائر ترجع للوراء؟ كفانا يعني بين قوسين سمحوا لي العبارة نطلعوا في فرق ما عندها لا ملعب، يعني وقالها واحد الوقت احنا قلناها في البلاطو والناس زعفت. شوف الصور هذه، صور مثل هذه تجعل اي مغربي يفتخر. الناس كامل كانت تتكلم على هذه الصور الجميله اللي شاهدناها. اللاعبين الجزائريين المساكين يقول لك والله غير نحبوا نلعبوا في مثل هذه الاجواء. ما نلعبش انا في ملعب ما فيه لا اضاءه لا اناره لا غرف تغيير الملابس، دين تاع غرف تغيير الملابس، لا مسخون، لا عفاكم الله مراحيض في المستوى. صور جميله تجعلنا نشهر البطاقه الحمراء لمن يريد ان نبقى دائما في الحضيض. نريد أن نصعد وخليوا المستوى يزيد يصعد. نبارك للأشقاء المغاربة هذا الانتصار الجديد على الكونغو بعد سلسلة من الانتصارات والإنجازات التي يحققها المنتخب المغربي، والتي تجعلنا نحن كجزائريين نشعر بغيرة كبيرة من الجارة الحبيبة المغرب.